نسمي بالله ونصلي على رسول الله. حابة استكمل معاكم الليلة سلسلة المأكولات الشعبية السعودية، وإلقاء الضوء على الموروث الشعبي السعودي، وخاصة في جانب الأطعمة والمأكولات. تكلمت في فيديو سابق عن العيش وكيف إنه كان من أقدم الأطعمة المتوفرة في المطبخ السعودي. الليلة جايبت لكم طبق جدا جدا جميل ولذيذ، وما زال متداول إلى وقتنا الحاضر، وما زال يكثر الطلب عليه إلى الآن. الأكلة الثانية تقريبا في المطبخ السعودي وخاصة الجنوبي، طبق العريكة. من خلال عملي لعدة سنوات في صناعة الطعام وبيعه، كانت العريكة هي الأكثر رواجا والأكثر شهرة والأكثر طلبا والأكثر مبيعا. ورغم إنها طبق شعبي قديم، ولكن ما زال الطلب عليه متداول، وما زال تحضيره في المطابخ السعودية متداولا إلى وقتنا الحاضر، ويكثر الطلب عليها وصناعتها في وقت الشتاء. بالنسبة لمكوناتها، فهي المكون الأساسي وهو الدقيق الأسمر، إضافة إلى التمر والسمن والعسل. هذه فقط مكوناتها. بالنسبة لطريقة عمل العريكة، فتعتمد على مكونها الأساسي هو الدقيق الأسمر، وبعده المكونات المساعدة هي التمر والسمن والعسل. نقوم بعجن الدقيق الأسمر بالماء والملح، ثم خبزه في الفرن مدة 10 أو ربع أو نصف ساعة حسب سماكة الخبز. بعد ما يستوي نقوم بفركه مباشرة وهو حار. نفركه بملعقة خشبية، بعجانة، بأي طريقة، المهم يفرك مع القليل من السمن، ويوضع في إناء معدني. نعمل تجويف في الوسط، نملأه بالسمن والعسل، ونزين الأطراف بالتمر. ومن خلال مشواري السابق في صنع الطعام الشعبي وتسويقه، قدرت أحصل على أفضل النتائج وأفضل الطرق لصناعة الطعام الشعبي، ومن ضمنها العريكة. وقد حصلت على إعجاب ونلت استحسان الكثير من الزبائن. فبإذن الله أنزل لكم طريقة عمل العريكة بجميع تفاصيلها، وأعتبرها صدقة جارية عني وعن من علمني بإذن واحد أحد إذا ربي أعطاني عمر. بما أني كثرت عليكم الكلام والتفاصيل، حابة أعطيكم فاصل ونواصل، اللي هو عبارة عن فيديوهات مركب عليها شيلات، بس أمانة إن ما فيها موسيقى، مجرد مؤثرات صوتية. نشوفها مع بعض ونرجع لكم. هذا هواي ورغبتي دام بيحل، والوقت يمضي والفلك في مداره، أبات نوماس قبل وقت البهاديل، قبل المشي بيشن حربه بغاره، والله لطرب خاطري بالمقابيل، واطرد عمس بالي وطير غباره، مدى بباقي في حياتي تماهيل. نتكلم عن القيمة الغذائية للعريكة. من مكوناتها الدقيق الأسمر أو كامل الحبة بالنخالة، يعتبر غني بالألياف، غني بالمعادن، مفيد جدا للجسم وللجهاز الهضمي. بالنسبة للتمر فهو مستودع كما تعرفون للمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. العسل فيه شفاء للناس. الزبدة صديقة للقلب إذا اجتنب السكر، يعني ما نخلطها مع سكر، إذا خلطناها مع سكر تنقلب فائدتها، فلذلك يعني تعتبر جميع مكوناتها صحية. وبالنسبة للسعرات الحرارية المتوفرة في العريكة، فهي خيار أفضل في وقت الشتاء لتعيد للجسم نشاطه وحيويته، وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها. يا خيالي صف جنحانك بجو صفا فوق شرد لا مرات بقلب ميت حيته.
أكبر من النحت في صم الصفا، والمكان تقول حاتم وديوانيته بجو صفا. بالنسبة للفرق بين العريكة الشعبية وعريكة المطاعم، في فرق طبعا. عريكة المطاعم تسمى في التراث الشعبي الفتة أو المفتوت، يصنعون فيها خبز نحيف يتم فرمه في فرامة اللحم أو محضرة الطعام مع السمن والعسل والتمر، ثم يوضع عليها القشطة يزين بالقشطة. هذه يسمونها عريكة، بس هي في الأصل فتة أو مفتوت. وآخر نقطة حابة أتكلم لكم عنها، آراء الزبائن. لكل صانع محتوى أو مقدم خدمة راح يواجهه 3 أنواع من الزبائن. الزبون الصامت، وهذا الله العالم، ما تدري ايش اللي في قلبه، أعجب وما أعجب وما تكلم، جزاه الله خير برضه. النوع الثاني الناقد، والحمد لله ما واجهت إلا كل ناقد بناء، حفزني، شجعني، زادني خبرة، ساعدني أن أتجاوز أخطائي، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناتهم ويجزاهم عني خير الجزاء. النوع الثالث وهو الأقرب إلى القلب صراحة، أعتبرهم بلسم الحياة، اللي يرسل لك في نهاية عملك رسالة إعجاب، رسالة شكر، رسالة تقدير، رسالة ثناء، رسالة دعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين حسناتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. زي ما قال الله سبحانه وتعالى: الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما تدري بأثر الكلمة الطيبة اللي راح ترسلها لمقدم الخدمة، ما تدري أثرها، يعطيه ابتسامة لا شعورية، يعطيه أمل في الحياة، يعطيه إيجابية، كلها في موازين حسناتك. في النهاية أنت المستفيد، راح تاخذ أجر جبر الخواطر، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. راح تاخذ محبة في قلوب البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. أستسمحكم عذرا في إطالة الفيديو، أترككم في رعاية الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.